بسم الله الرحمن الرحيم. معكم احمد ابراهيم. احنا في شقة النهاردة مساحتها حوالي 350 متر تقريبا، عبارة عن شقتين مفتوحين على بعض. جميل. طيب خلينا نركز كده في التقسيمة. هو التقسيمة بتاعتها 4 غرف و4 حمام وريسبشن كبير جدا ومطبخ. طيب ادي مبدئيا الريسبشن اهو، ده كده حدود الريسبشن واصل لحد هناك، لحد بعد العمود عند حدود الغرفة الأولى. وادي هنا غرفة ماستر، كويس، وادي هنا غرفة تانية. يبقى كده ايه؟ 3 غرف، 1 2 الماستر 3، وفي هنا غرفة ماستر رابعة. كويس، ده كده يبقى ايه؟ 4 غرف. بالنسبة للحمامات، في هنا في الماستر حمام، والماستر هنا حمام وقبلها حمام، يبقى كده 3. وفي هنا آخر حاجة طبعا قبل المطبخ في كمان حمام، يبقى كده 4. طيب تعال نشوف. ادي كده أول حاجة الريسبشن. هو ما شاء الله الريسبشن مش مجروح. احنا بنتكلم، احنا برضو في دور عاشر، فالرؤية حلوة، وفي نفس الوقت الريسبشن مش مجروح وتهويته ممتازة جدا. طيب بصوا، دي كده غرفة ما شاء الله، طبعا مساحة ممتازة جدا. احنا لو رجعنا للتقسيم الأصلي هنلاقي 6 غرف وحوالي 4 حمام، بس احنا بنتكلم على الوضع الحالي. ما شاء الله الايه، الغرفة كبيرة جدا. طيب ادي ريسبشن، احنا دخلنا أول غرفة، دي الغرفة التانية اللي هي الماستر بحمام. طيب ادي دولاب بيلت ان اهو للاستفادة من ايه، من الطرقة. وادي كده دي غرفة ماستر. ادي الحمام ما شاء الله، برضه حمام واسع جدا. وادي الغرفة الماستر. ودي كده اول غرفة ماستر. معظم الغرف بتبص على شارع الدقي، شارع الدقي الرئيسي. طيب نيجي هنا، دي كده تالت غرفة، وهنلاقي الباب معمول لها جرار، ان هي كانت واضح انها كانت غرفة مكتبية. طيب ده باب الشقة. نيجي كده للغرفة الماستر، دي اللي هي تعتبر رابع غرفة، في نفس الوقت تاني غرفة ماستر. اهي ما شاء الله واسعة برضو، وفي معانا حمام واسع جدا ولسه واخد كمان كرف. طيب احنا كده خلصنا ال4 غرف و3 حمامات، وده الحمام الرابع، بس هو القعدة بتاعته والحوض متشال وشبه ملغي وممكن يرجع بسهولة. هنا بقى المطبخ وقبله حمام. ادي الحمام وادي المطبخ. طيب ده باب تاني للشقة، كويس، وزي ما احنا شفنا الشقة اهي.